أزمة تأخر الرواتب في الكويت، لماذا ينتظر بعض العمالة الوافدة أجورهم لعدة أشهر؟ متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس، وإليكم التفاصيل الكاملة. تشهد قضية تأخر رواتب العمالة الوافدة في الكويت اهتماما متزايدا في ظل تأكيد الجهات المختصة على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور العاملين بصورة منتظمة، وعدم السماح بتحويل تأخر الرواتب إلى مشكلة مستمرة تؤثر في حياة العمال وأسرهم. وتشير الإجراءات التي أعلنتها الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إلى تجديد رسمي مع الشركات التي تتأخر في دفع أجور العاملين أو لا تلتزم بإيداعها في الحسابات البنكية بصورة شهرية. وأكدت الهيئة أنها قد تتخذ إجراءات بحق أصحاب الأعمال المخالفين في إطار حماية حقوق العمالة. أما بالنسبة للأسباب فتختلف الأسباب من شركة إلى أخرى، ولا يمكن اعتبار سبب واحد مسؤولا عن جميع حالات التأخير. ومن أبرز الأسباب التي قد تقف وراء عدم انتظام دفع الأجور المشكلات المالية لدى بعض الشركات، وتأخر مستحقات الشركات من جهات متعاقدة معها، وضعف السيولة، ووجود نزاعات تجارية وإدارية تؤثر في قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها، وأيضا بسبب ظروف الحرب الحالية. وفي بعض الحالات يتحول التأخير من أيام قليلة إلى أسابيع أو أشهر، الأمر الذي يضع العامل أمام ضغوط كبيرة، خصوصا إذا كان يعتمد بشكل كامل على راتبه في توفير السكن والغذاء وتحويل الأموال إلى أسرته خارج الكويت. تأخر الراتب لا يمثل مجرد مشكلة إدارية. بالنسبة للعامل فالراتب هو المصدر الأساسي للمعيشة بالنسبة لكثير من العمال والموظفين، وعندما يتراكم أكثر من راتب قد يجد العامل نفسه عاجزا عن الوفاء بالتزاماته اليومية أو إرسال الأموال إلى أسرته. ولهذا شددت السلطات الكويتية على ضرورة انتظام دفع الأجور، مؤكدة أن التأخير غير المقبول في الرواتب يمكن أن يؤدي إلى إجراءات قانونية وإدارية ضد الشركات المخالفة. وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للقوى العاملة، فإن الشركات التي تتأخر عن دفع رواتب عمالتها أو لا تلتزم بتحويل الأجور بصورة منتظمة يمكن أن تواجه إجراءات تتعلق بملفات أصحاب الأعمال، وذلك تطبيقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الذي تم إعلانه خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها الالتزام بإيداع مستحقات العمال في المؤسسات المالية المحلية. وهذا يعني أن أزمة الرواتب لا تترك دون رقابة، وإنما توجد آليات رسمية لمتابعة التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في مواعيدها. وتزداد خطورة تأخر الرواتب عندما يستمر لفترات طويلة، فالعامل الذي يعمل بصورة منتظمة ويؤدي مهامه اليومية من حقه أن يحصل على أجره في الموعد المتفق عليه. أما تراكم المستحقات فيمكن أن يؤدي إلى ضغوط معيشية كبيرة ويزيد من النزاعات بين العامل وصاحب العمل. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.